والنفاش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موسى ناصر عبد الكريم. منو مننا ما سمع بود نفاش، لكن بعض الناس بيعتقدوا انه ود نفاش ده شخصية أسطورية. لا، ود نفاش شخصية حقيقية من ود نوباوي، من أسرة أنصارية، أسرة امتهنت النجارة وناصرت الإمام المهدي، وسكنوا حول عبد الرحمن المهدي بعد عودته من الجزيرة أبا، وانضموا لحزب الأمة. وهو رجل حاضر النكتة، ظريف مرتب، كان بيلبس الجلابية مجكو، جلابية الأنصار ذات الجيبين والعراقي والسروال السوداني، وكان برضو بيلبس الطاقية بتاعة الأنصار وحيدة القرن. وكان مشهور جدا جدا بالنكات وبسرعة البديهة، وكان من جلساء السيد عبد الرحمن المهدي برفه عنه بالنكات، وكان محبوب جدا جدا من الأطفال ومن ناس ود نوباوي، وأسرته حاليا موجودة في ود نوباوي ومشهور. ود نفاش موسى اتولد سنة 1917 ويتوفى سنة 1986، ويندفن في أحمد شرفي، واتكتب له في مجلة الصبيان كمية من النكات بتاعته. وبرضه تقريبا شخصية عمك تنجو مأخوذة من شخصية موسى ود نفاش. وواحدة من النكات بتاعته إنه قالوا يوم كان قاعد قدام البيت في الكرسي، وجات مرة بتاكسي نزلت سالته قالت لي يا ولدي بزل من بيت ناس سر الختم. قال لي بتاع التاكسي سوق معاك، المرة دي جاية غلط، لأنه ود نوباوي كلها ما فيها الاسم ده، بيقصد إنه ده اسم بتاع ختمية، ما اسم بتاع أنصار. وعنده نكات كثيرة جدا جدا مع السيد عبد الرحمن المهدي. يحكوا برضه إنه مرة كان عنده لوري ود نفاش شغال مع عبد الرحمن المهدي، بعدين اللوري خسر، عبد الرحمن المهدي برضه بيديه المرتب كصلة يعني بتاعت أرحام له، لأنهم هنا خوال المهدية. فقام ولد عبد الرحمن المهدي وقف القروش دي، وهو مشى غضبان، معه صاحبه برضه وقفوا له لوري، ومشى غضبان لعبد الرحمن، لقى معه الخواجة لما مرق عبد الرحمن قال له أنا مبسوط جدا جدا لأنه الليلة الخواجة ده دخل الإسلام على يدي. قال لي والله الخواجة دخل الإسلام على يدك، لكن ولدك مرق 2. فضحك عبد الرحمن المهدي ورجع له المرتب بتاع اللوري بتاعه. ودي شخصية ود نفاش المشهورة. أتمنى إنه الناس يكونوا يعرفوا الشخصية التراثية بتاعت ود نفاش دي، اللي هي شخصية جميلة جدا جدا من أثرت في تراثنا السوداني بالبديهة الحاضرة. وشكرا لكم.